انت لعبت تنس ارضي، تنس طاوله، بدل، فاكيد الجمله دي سمعتها قبل كده. كوعي بيزن، كوعي بيوجعني، الضربه مش ثابته زي الاول. طب ليه اغلب الاصابات في الالعاب دي بتيجي في الكوع بالذات؟ خليني اقول لك الموضوع ببساطه، الكوع مش مشكله، التحميل هو اللي مشكله. الرياضات دي كلها معتمده على حركتين متكررتين جدا، السوينج والسبين. نفس الحركات دي بتتكرر الاف المرات، وده بيحمل على اوتار صغيره في الكوع بشكل اكبر من طاقتها. اشهر اصابتين في الكوع تنس قلبه. تنس القلبه ده بيبقى التهاب في اوتار الساعد من الخارج. اتنين جولفرز قلبه، التهاب الاوتار من الداخل. الاتنين سببهم واحد، ضربات سريعه زائد قوه عاليه زائد تكرارات مبالغ فيها. ليه اللعيبه دول تحديدا بيتاذوا؟ لان في الغالب ما بيبقوش شغالين ان هم يعملوا تقويات للسواعد، لان الساعد ضعيف مقارنه بالقوه اللي بتطلع من الكتف والجذع. اللود كله بيقع على اوتار صغيره في الكوع، ومع الوقت الالتهاب يبدا، وبعدها الالم يزيد، وبعدها الاداء يقل. طب ايه الحل؟ مش مضاد التهاب ومش راحه بس، الحل الحقيقي هو تقويه المنطقه دي. طب ازاي ما اقعش في الاصابه دي، او لو عندي الاصابه دي اطلع منها؟ لازم تعمل تمارين فيها فليكشن واكستنشن للسواعد بتاعتك عشان يحسن تحميل الاوتار ويقلل الالتهاب المتكرر، وتعمل تمارين فيها سوبونيشن وبرونيشن عشان ده نفس الحركه اللي بيعملها الكوع اثناء السوينج. ومهم جدا انك تعمل تمارين روتيتور كف، لان الكتف القوي يقلل اللود على الساعد والكوع. طبعا لازم تهتم ان يبقى عندك جريب سترينث، لان كل ما القبضه تقوى كل ما اللود يتحسن اكتر والكوع هيرتاح. الخلاصه الكوع مش بيبوظ من مره، الكوع بيتعب من تكرار حركه بدون تقويه مقابله. لو ضفت 10 او 12 دقيقه تمارين مقاومه للساعد والكتف كل اسبوع، هتتفاجئ قد ايه الالم هيقل وضرباتك هتبقى احسن وثابته. لو انت كوعك بيوجعك فالفيديو ده ليك.